بعد 6 أسابيع من فوزه في الانتخابات التشريعية في المغرب، لم يتمكن عبد الإله بن كيران من تشكيل تحالف حكومي، وتعيش البلاد على وقع مسلسل سياسي إعلامي قد يتحول قريبا إلى أزمة سياسية. وبعد فوز حزبه، حزب العدالة والتنمية، أعاد الملك محمد السادس تكليف بن كيران الذي رأس حكومة ائتلاف لمدة 5 سنوات، وهو يجري منذ ذلك الحين مشاورات مكثفة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء خصومه في حزب الأصالة والمعاصرة الذي حرثانيا في الاقتراع، لكنه لم ينجح حتى الآن في الحصول على 198 مقعدا، تشكل الحد الأدنى المطلوب ليحصل على الثقة في البرلمان، حيث يشغل حزبه 125 مقعدا.